السلام عليكم زينات، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كامل راكم ملاح. مرحبا بكم في قناتي مطبخ اياد امير. هيا نروحوا نفوتوا الوصفه تاعنا اليوم. قبل ما نفوتوا البنات اشتركوا لي في القناه وفعلوا لي الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي. اليوم الوصفه اللي هي المردود او بركوكس، كل واحد واش يسميه. جبتها لكم بطريقه الورقليه ولا الصحراويه بالاخص، يعني الطريقه تاعنا. وفي ورقله وكل واحد واش يدير له، كاين اللي يدير له بهذه الطريقه اللي يسموها المليوح ولا المرمي، وكاين طريقه اخرى اللي يجي طعام كي شغل نسقوه. انا راح ندير لكم هاد الطريقه اللي راح نشوفوها معايا. راح يجي ولا اروع بنا لا تقاوم، روعه روعه. ومع راه الحال اللي راح يبرد راح يجي تحفه تحفه. كما كنتم تشوفوا البنات، جبت انا النوعيه هذه تاع مفتول باليد. يعني النساء يخدموه في الدار ويبيعوه يديروا له لومبالاج. كما راكم تشوفوا نوعيته ما شاء الله عجبني بزاف. هذا راه متوفر بزاف في الاسواق هنايا في الجنوب. تلقاوه في كل بلاصه. هنا شوفوا البنات نوري لكم في النوعيه. هايل هايل البنات، كي شغل كيف ثلاثه وانتي في الدار. المهم البنات، انا هنايا درت كيلو. واش راح نديروا له؟ رايحين نغسلوه البنات. لازم قبل ما تستخدميه لازم يتغسل مليح مليح مليح. كما راكم تلاحظوا انا راح نغسلو هذه الغسله الاولى، راح نغسلو مليح نحكاش حاجه فيه. كما تعرفوا باللي الكسكس ولا هذا البركوكس المردود لازم تغسل لانه ينشف في بلاصه، لازم ينشف قبل ما يندار في لومبالاج. هذه الغسله الثانيه البنات، شوفوا الماء نقى، يعني ما كانش كيما الاول ولا ناقي شويه على الثاني الاول. كيما راكم تلاحظوا البنات، انا هنايا بعد ما غسلته راح نخليه ينشف، يعني نخلي هذاك الماء الزايد ينشف فيه. كيما راكم تلاحظوا هنايا بعد ما نشف لي، شوفوا راح تحسوا باللي شويه حكم روحه جمد. كما راكم تلاحظوا رايحين نفتحوه. وانا رايحه نستخدم هذا الكسكاس نتاع السعفه. ما نستغناش عليه ابدا في الكسكس ولا في المردود ولا في اي حاجه، لانه بصراحه يطيب لي الطعام ولا اي نوع من العجائن تحفه تحفه. جربوه، ولا اذا ما عندكمش اشروه. واذا ما عندكمش تاني تقدروا ديروا العادي، الكسكس اللي عندك في الدار ديريه وخليه يفور. هو كل ما انا هو اللي بديت به الاول، حبيت نوري لكم كل مراحل بالترتيب. بديت به الاول لانه لازم له زوج طفوارات باش يجيكم طايب مليح. انا البنات طيبته زبده. كيما راكم تلاحظوا البنات، هنا نروحوا للمرقه. المرقه البنات ديروا واش عندكم. دوك نوري لكم المقادير الاساسيه. هنا عندي البنات طرف تاع اللحم ومعاه الشحمه. انا هذا الطرف تاع اللحم ما جانيش فيه الشحم، على هكا درت الشحمه الذايبه. الطريقه راها في القناه، اللي حب يشوف الطريقه تاع الشحمه. هنا البنات عندنا هاد المكونات اللي نعتبرها اساسيه في المردود، اللي هي الهرماس والفول والعدس وحبات، يعني مش حاجه كبيره، غير شويه 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 من كل حاجه. عندنا الحمص، هو يتركز على الحبوب كما قلت لكم، اللوبيا والعدس والفول. وعندنا الهرماس هو المشماش المجفف، المشمش المجفف. وعندنا الفلفل الحار. وهنا عندنا طماطيش مصبرة وطماطيش اخضر والبصل والتمر. التمر اساسي البنات في وصفتنا اليوم. كما راكم تشوفوا البنات، جبت هاد البرمه، نسموها عندنا البرمه، تكون ثقيله. خدمتها تقليدي، يعني نطيبوا فيها كل الوصفات التقليديه، راح تطيب لنا روعه. يعني انا هاد المردود طاب لي من احسن ما يكون، لانه نقصت له النار وعطيته الوقت الكافي باش يطيب لي. هاد الحبوب كامل طابوا لي والمردود تاني طاب لي. راح ندير كل المكونات اللي ذكرتها. درت اللحم، درت الحبوب، درت الفلفل الحار. تقدروا تستغنوا على الحار، لكن المردود معروف بالحار، يعني قد ما درتوا له الحار راح يجي بنين. هنا البنات انا عندي الحمص معلب طايب البنات. هاد النوعيه اللي استخدمتها مليحه، يعني ما كان لا تلوحوها في البدايه. هنا درت كميه من الزيت. هنا ديروا على حسب الكميه اللي راح نديروها تاع المردود. راح ندير كل شيء يتقلى البنات. المردود تاعي اليوم لازم له القله تقليه مليح، لازم يتقلى. كل ما خليتيه يتقلى مليح كل ما راح يجيك المردود من اروع ما يكون. كيما راكم تلاحظوا البنات، انا الحار هنايا ما حبيتش نحلو باش ما يجينيش حار بزاف، مع انه راح مع الطياب راح يتحل وحده وحده. كيما راكم تلاحظوا البنات، راني خليته هاد المكونات اللي درتهم خليتهم يعني يحمصوا ولا يتقلاو مليح. هنايا ربيت هذا كل الحبات نتاع الطوماطيش ورميتهم معاهم يتقلاو. حتى هما كل ما ترموا حاجه خلوها تتقلى. انا يعني كل حاجه نخليها تتقلى. كيما دوكا راني راح نخلي الطوماطيش يتقلى معاه مليح مليح مليح، ونضيف المكونات الاخرى. كيما هنا البنات عندنا الحلبه وكمون الكحل، هذا سانوج
كل واحد واش يقولوا السانوج والحلبة. البنات الحلبة ضرورية في المردود، كاين اللي ما يديرهاش، لكن أنا بالنسبة لينا حنا ولا عرش السعيد يديروها لازم في المردود. هنا البنات عندي كمية من الملح، تقدروا ديروها في البداية. والبنات اللي ما توفرش عندها التمر تقدر تستغنى عليه ودير كمية مليحة تاع سكر، لأنه المردود معروف بأنه يجي حلو، ما يجيش يعني يجي حلاوته معتدلة، ما يجيش حلو بزاف وما يجيش مالح، يعني أكلة معتدلة. كيما كتشوفوا البنات أي حاجة نديرها نخليها تتقلى. هنا شوفوا البنات درت أنا عندي راح ندير تمر وراح نزيد مغرف نتاع سكر. السكر راح يدير لنا واحد يتكرمل مع هاد المكونات، يطلق لنا واحد القو هايل. كيما راكم تشوفوا البنات ديروا كلش يتقلى بالعقل. هنا بعد ما تقلى لي البنات رايحه نزيد طوماطيش مصبره. هنا ديروا على حساب اللون اللي عندكم يعني، ولا على حساب التركيز تاع التمر. دوك نوري لكم كيفاش نديروا التمر باش تعرفوا باللي راح يركز لكم اللون نتاع الطوماطيش. كاين اللي يدير كميه كبيره يقدر يستغنى على الطوماطيش المصبره. كيفاش راح نخدم البنات التمر؟ انه رايحين نحطوا كميه التمر اللي عندك البنات، يكون حب ولا كيما نقولوا تاع البطانة. أنا هذا اللي استخدمته تاع البطانة. رايحة ندير كمية من الماء الساخن البنات ونخليه يتنقع حتى يطلق العصارة تاعو، ونقدر نعبزو كيما راكم تلاحظوا. هنايا شوفوا بعد ما خليته كنت نقلي في البرمة، وفي نفس الوقت خليته يتنقع. شوفوا البنات بالمغرف فقط راح يطلق معاكم ويخرجنا العصاره تاعو كامله. انا راح ندير هالطريقه زوج خطرات، يعني نعصرو نعاود نزيد تعصاره واحده اخرى حتى يخرج لي كامل الحلاوه تاعو ولا البنه تاعو. كيما راكم تلاحظوا انا استخدمت غير بالملعقه، تقدروا تستخدموا اليد كي تكون ماشي سخون بزاف. شوفوا البنات غير بالملعقه خرجت كل العصاره تاعو. ورايحين نصفوه بطبيعة الحال، نخرجوا كل غير الماء، يعني ندو غير الماء، ما ندوش الحبيبات نتاع التمر. يعني هذا مش راح نستخدموه التمر الفوقاني، راح نستخدموه غير الماء. ونتمنى انه كاين راح يجوني تعليقات على كيفاش وكل حاجه، كل واحده تقول لي بحال هكا منقصه كذا وكذا، كل واحده والطريقه تاعها. كاين اللي يدير الخضره، كاين اللي يدير البطاطا والزروديه، كل واحد واش يدير في المردود. انا هذه طريقتي نفضلوا بهذه الطريقه، وهذه طريقه الاعراس والمناسبات والمعارف كما نقولوا هكا يديروا له. لكن تاع المنزل تقدروا تزيدوا حبه زروديه ولا بطاطا ولا اللي حبيتوا الخضره اللي تحبوها ديروها. انا نفضل بهذه الطريقه، وكل واحد وكيفاش يديروا البنات نقولها ونعاودها باش ما تجونيش في التعليقات وتقولوا لي ناقصت هكذا وناقصت هكذا. فهمتوني؟ هذه الطريقه اللي نديروها هنايا في ورقله ولا عرش السعيد. هذا ماهوش مردود الرويصات ولا الشعانبه، مختلف تماما على نتاع سعيد. كما راكم تشوفوا البنات هنا درت شويه كركم وشويه راس حانوت، والمكونات البنات كل وحده وتتبدل على حساب المنزل ولا على حساب واش ياكل مولا الدار. فهمتوني؟ المهم البنات خليت هاد المكونات كامل يتقلاو مليح مليح مليح. البنات دات لي اكثر من نص ساعه تقليه، يعني مخليه هاد البرمه طيب اقل من مهلها يعني وتتقلى. شوفوا البنات القوام تاعها. هنايا البنات راني مطيبه الماء، ما ديروش الماء بارد البنات، هذا الماء حلو يعني ماء معدني طيبته، لانه الحبوب ما يحبوش الماء المالح، واللحم كذلك يحب الماء حلو باش يطيب لنا زبده. وراني منقصه النار اقل ما يمكن. كيما راكم تلاحظوا البنات تمرقوا على قد ما تقدروا، يعني ديروا كميه من الماء لانه رايحين نحو كميه نسقوا فيها في الاخير. دوك نقولكم كيفاش ديروا لها. هنا البنات بعد ما خليتها طيب لي رايحين نشوفوا الطعام البنات بعد ما فار لي التفواره الاولى. شوفوا كيفاش راه داير، تحسيه كشغل جمد مع بعضه. هنا واش نديروا؟ نجيبوا الجفنه تاعنا ولا القصعه نحطوا فيها هذاك الطعام. واش راح يديروا له البنات هذا الطعام؟ هذه الطريقه مهمه البنات. رايحين نزيدوا له كميه من الملح، نفتحوه اول حاجه على بعضه، ولانه سخون تقدروا تستخدموا غير الملعقه. هنا شوفوا البنات رايحه نزيد كميه من الملح، ما تملحوهش بزاف، ولازم ديروا الملح باش ما يجيش صامت. فهمتوا؟ كل ما ديروش الملح راح يجي المردود تاعكم صامت. ديروا الماء والملح. هنا الماء يا البنات كثروا، يعني ديروا له قيس ما يشمخ مليح. دوك تشوفوا الكميه اللي راح نديرها فيه انا، راح نخليه شويه يعني ميه، لانه المردود يجي خشين ماشي كيما الطعام اللي يجي رقيق، يعني يقدر ما يتمصش كيما يمص هذا.
شوفوا البنات الكمية اللي درتها، شوفوا الماء مازال ما شربوش، لكن راح نخليه حتى يشرب كامل كمية الماء. شوفوا البنات هنايا راكم كيما راكم تلاحظوا باللي تحسوه باللي ماهوش يشرب، لكن خلوه خطرة على خطرة، حركوه راح يشرب لكم كامل كمية الماء، وفتحوهم على بعضها. شوفوا البنات هنايا بعد ما فاتت عليه واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق هكا، شوفوا شرب كامل كمية الماء. هنا بعد ما شرب كامل كمية الماء راح نرجعو يفور، راح نفورو لتاني خطرة. التفورة الثانية ما تديش وقت البنات. هنا بعد ما فار لي شوفوا البنات رايحين، بعد ما خليت المرقة طابت لي مليح مليح واللحم حسيته طاب مليح مليح، وجا وقت الفطور. واش درت؟ رميت الحبات ولا المردود نتاعنا، رميته وندير على حساب كمية الماء. البنات المرقة هنايا راني نحيت كمية، ما درتهاش كامل، نحيت كمية باش اذا نشف لي نزيد له، يعني باش من بعد ما نحصلش يجيني ناشف. يعني هاد العملية لازم ديروها باش ما ينشف لكمش. نحوا كمية في كاسرونة ولا حاجة، من بعد كي تحبوا تسقوا تزيدوا الفوق باش ما يجيش ناشف. البنات انا بعد ما درت الكميه تاع المردود نشوف، يعني كل خطره نحرك ونشوف حتى ان نكمل الكميه كامل نتاع المردود تاعي. انا هنا هاد البرمه هزت لي كيلو بالضبط. كيما راكم تشوفوا. ومن بعد البنات ما تخلوهش، يعني قعدوا حركوا فيه كل 5 دقائق، حركوا كل شويه، حركوا كل شويه، حركوا. هو راه ما يديش الوقت بزاف لاني طعام ولا المردود طيبته مليح، طيبته كيما نقولوا فورته تفويره مليحه وشبعته ما، يعني راح غير يدخل فيه لاصوص ويدي الطياب تاعو من المرقه، ولا كيما نقولوا يدي البنه تاع المرقه تاعنا. الريحه يا البنات تفحفح، يعني كيما تعرفوا ريحه المردود في كل بلاصه. كيما راكم تشوفوا البنات راح نقعد نحرك نحرك حتى نشوفوا بدا يعني تجانس ولا كامل قوام واحد وتعقاد، يعني ما تقعدش هكا ميها، تقعد عاقده. دوك نوري لكم كيفاش القوام النهائي. هاو البنات كي تشوفوا هذا القوام اعرفوا باللي مردودكم راه ناجح وروعه روعه روعه. كيما راكم تشوفوا هنايا كملت الوصفه تاعنا، قسمت، عطيت لجيراني وعطيت لحبابي، مديت لهم لاني نويته صراحه معروف على الام نتاعي الله يرحمها. نتمنى اللي كل شاف هذه الوصفه يترحم لي على الام، لان وصفه الوالده الله يرحمها اديت من عندها هذه الوصفه. ربي يجعلها صدقه جاريه عليها ان شاء الله هذه الوصفه، والى ملتقى اخر ان شاء الله.